صلى الله عليه وآله وسلم. فمنى قالت لها يعني انا شبهه تانية بقى، قالت لها انا مش هرفع صوتي بس معلش برضه عشان ما تستعجلنيش في حاجه انا مش عايز اعملها، انا مش هلبس حجاب الا لما اقتنع. فهاجر قالت لها الكلمه اللي احنا قلناها بقى في الدرس اللي فات. طب يا حبيبتي لو شركه من الشركات عرضت عليكي عمل ب 5000 جنيه، قلنا 5000 دولار احنا مش دافعين حاجه يعني، تمام؟ ب 5000 جنيه او 5000 دولار بس بشرط تلبسي حجاب، هتلبسيه ولا لا؟ فمنى قالت لها طبعا هلبسه، شيء طبيعي يعني مبلغ كبير يعني. قالت لها سبحان الله، يعني عشان 5000 جنيه او 5000 دولار هتلبسي حجاب، وعشان جنه عرضها السماوات والارض مش هتلبسي حجاب؟ يعني هي الدرجه دي؟ ده الجنه، الجنه يا منى. انت عارف يعني ايه الجنه؟ جنه الذي غرس كرامتها بيديه سبحانه وتعالى هو الملك، مالك الملك وملك الملوك، سبحان الملك. شيء يعني فوق مين يتخيل هذا الكلام؟ مين يتخيل جنة الذي غرس كرامتها بيديه؟ الملك. قال جل وعلا كما في الصحيحين أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما تخيلت من النعيم لا يمكن تتخيلي. يكفي النداءات اللي انت هتسمعها وانت داخل الجنه، يكفي يعني الانهار والاشجار، نهر من لبن ونهر من ماء غير آسن ونهر من خمر ونهر من عسل مصفى، ويعني ومتع وقصر من لؤلؤة مجوفة واحدة طولها 60 ميلا في السماء وعرضها 60 ميلا في الارض، ويكفي النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. نعم كبيره جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم فهاجر بقى وجدت لها كلمه حلوه وعجبتني قوي. ايه هي؟ قالت لها خدي بالك يا منى، الانسان عامل زي ايه؟ زي النجفة اللي محطوطة في كرتونة. اللي بيروح يشتري النجفة من عند بتاع النجف بيحط له النجفة في كرتونة ويحشيها من جوه ورق عشان ما تتكسرش. اول ما بيوصل البيت بيقوم راجل شايل النجفة من كرتونة ويعلقها في السقف ويروح رامي الكرتونة. قلت لها انت عارفة في ناس كتيرة في زماننا ده كل اهتمامها بالكرتونة. عمرك شفت واحد او واحدة اشتروا كرتونة، اشتروا نجفة وراحوا رايحين البيت راحوا معلقين الكرتونه في السقف ورامين النجفه؟ في حد في الدنيا يعمل كده؟ ولو عمل كده نسفل عليه مجنون، صح كده بدني؟ فسبحان الله ما حدش في الدنيا يعمل الكلام ده. فقالت لها فاللي بتهتم بمظهرها ومش عايزه تغطي نفسها وتلبس حجاب ترضي بيه ربنا سبحانه وتعالى، دي بتهتم بالكرتونه وبتظبط في الكرتونه وتلمع في الكرتونه وتعمل وسايبه النجفه اللي هي ايه؟ القلب، القلب. تمام؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، خد بالك بقى، إذا صلحت صلح الجسد، عشان ما يجيش واحد يقول لا أصل أنا قلب أبيض ويحب ربنا. خد بالك الحديث ده حجة عليك. القلب ده لو صلح هيصلح الجسد كله، والجسد بتاع المرأة لا يصلح إلا بالحجاب. لا يصلح إلا بالحجاب، لا يصلح إن هي تكشف نفسها للناس تقول إيه؟ يعني اللي يبان مني زكاة عني، ما ينفعش الزكاة في الحاجات دي. لا يصلح الزكاة في المحرمات. ما ينفعش إن أنا أزكي بخمر. ما ينفعش إن امرأة تزكي بجسمها. ما ينفعش إن حد يزكي بمال حرام. صح ولا لا؟ ان الله طيب لا يقبل الا طيبا سبحانه وتعالى. فمنى قالت لها بس خدي بالك بصراحه انا مش وحشه، يعني انا مش للدرجه دي وحشه يعني عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يغضب عليا ولا كده. قالت لها ماشي، انا ما قلتش انك وحشه، بس وما فيش مسلمه وحشه اصلا، بس كل مسلمه يعني اكيد لازم يكون فيها ذره خير، فاحنا عايزين ذره الخير اللي جواكي تطلع وربنا يكرمك وتلبسي الحجاب. وبعدين يعني اسالك سؤال يا منى، لو مت دلوقتي حالا يا ترى ممكن ربنا يبقى راضي عنك؟ يا ترى ممكن النبي يبقى سعيد بيكي لما تشوفيه على الحوض صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين انت عايزه ايه؟ ايه اللي عايزه من الدنيا؟ نفسك تبقى عندك فلوس؟ انت لو لبست حجاب وربنا رضي عنك وحبك هيدخلك الجنه. ولو كنت انت بقى مش هقول لك احسن واحده في الجنه ولا اوسط واحده في الجنه، لو كنت اقل واحده في الجنه، عارفه ملكك هيبقى قد ايه؟ ملكك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم أن المولى عز وجل يقول لأدنى أهل الجنة أترضى أن أعطيك الدنيا و10 أمثالها؟ يعني 11 مرة قد الدنيا. فقالت لها معقولة؟ والله معقولة يا حبيبتي، ده النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، هو اللي قال كده. قال إن ربنا قال إن هو هيقول يوم القيامة للعبد أترضى أن أعطيك إيه؟ الدنيا و10 أمثالها فيكون رضيت يا رب. وهيقول لآخر واحد يخش الجنة أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معه فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. تخيلي بقى إن أنت هتحرم نفسك من قد الدنيا 11 مرة، ده لو كنت أقل واحدة، أمال لو كنت بقى أعلى من كده هتاخدي قد إيه؟ حاجة بقى لا تخطر على قلب بشر. ودايما إيه في الأحاديث تلاقي إيه؟ حاجة تذكر شيء وأنت افهم اللي بعدها، لأن العقل ممكن ما يستوعبش الكلام ده كله.
يعني لما المولى عز وجل يقول يوما يعني يوم القيامه يوما يجعل الولدان شيبا، طيب الولدان اصلا داخلين الجنه اللي هم لم يصلوا الى سن التكليف. تمام؟ ايه اللي خلى شعرهم يشيب؟ قال كأن المولى عز وجل يقول اذا كان الطفل الوليد المولود يجي يوم القيامه يشوف يوم القيامه شعر راسه هيشيب، امال انت تعمل ايه اللي هتجيني بذنوب امثال الجبال؟ كأن المعنى توب الى الله قبل ان تلقاه. هو ده المعنى، اقروا اللي بين السطور. لما النبي عليه السلام يقول دخلت امرأة النار في هرة، ايه هرة يعني قطة يعني، فاهم ازاي؟ لا خد بالك النبي عليه السلام بيقول اذا كانت امرأة هتعذب وتخش النار بسبب قطة ظلمتها حبستها في البيت، امال انت هتعمل فيك ايه يا اللي ظلمت انسان موحد بيحب ربنا وبيتبع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هو ده المعنى، هي دي المعنى. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما بيخبر ان ربنا سبحانه وتعالى بيخبر ان ادنى اهل الجنة هياخد قد الدنيا و11 مرة معاها، كأن المعنى مش هتقدر توصل للأكبر من كده. ولذلك سيدنا موسى لما سأل في نفس الحديث صحيح مسلم لما قال رب هذا أدناهم ده أقل واحد هياخد قد الدنيا مرة واثنين وثلاثة وعشرة وكده يعني، فما أعلاهم؟ قال أولئك، ما وضحلوش بقى، ما وضحلوش برضه، لأن ما حدش هيتخيل، ما حدش ممكن يتخيل. رب هذا أدناهم فما أعلاهم، ربنا قال ليه؟ ما قالوش أعلاهم اللي ياخد قد الدنيا 5000 مليون بشليون مرة، ما قالوش كده، يعني المسألة ممكن تكون أكتر من كده بكتير جدا. قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. شفت المعنى الجميل؟ كأن ربنا مش هتقدر تفهم، مش هتقدر توصل للي أنا عايز أقوله لك، مش هتفهمه، مش هتعرف الكلام ده غير يوم القيامة في الجنة. ربنا يرزقنا وإياكم الجنة يا رب العالمين. شفت بقى؟ شفت المعنى الجميل؟ اللي حرم نفسها من الحجاب، اللي حرم نفسها من الجنة. الحجاب طريق للجنة، طريق هيوصلك للجنة إن شاء الله بحسن الظن بالله. ولا مش عايز الجنة؟ اوعى تقول مش عايز الجنة يبقى الموضوع كده انتهى وهنقفل الحلقة ونقول لمدن اتكل على الله مع السلامة. لا يعني عايزين نكمل مع بعض لحد ما نوصلك للجنة إن شاء الله، وربنا يجمعنا بيكم في الجنة. فهاجر بتقول لها نفسك يبقى عندك فلوس؟ اهو لو انت يا ربنا كده كنت لبست الحجاب وكنت حتى اقل واحده في الجنه تاخدي قد الدنيا 11 مره. نفسك تبقى ايه تاني؟ تلاقي نفسك تبقى مشهوره. طب نفسك تبقى مشهوره؟ طب يا ستي لو اتحجبت هتبقى مشهوره في السماوات السبع. تخيلي ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبك جبريل او يحبك جبريل. تمام؟ ثم ينادي جبريل في ملائكه السماوات السبع يا ملائكه السماء ان الله يحب فلانا او فلانه. تمام؟ فاحب، فتحبك ملائكة الرحمن، كل ملائكة السماوات السبع. ثم يوضع لك القبول في الأرض. القبول بقى، يوضع القبول في الأرض. ما شاء الله نفسك تتجوزي تلاقي العرسان بفضل الله على البيت زي فراخ الجمعية قاعدين ما شاء الله مش ملاحق عليهم، بتنقوا تقولي ده لا وده كده براحتك يعني. ليه؟ ربنا حبك ووضع عليك القبول في الأرض. والقبول ده ما اشترطش فيه ان يكون عينها خضراء وشعرها اصفر وكده، لا. القبول ده حاجة تانية خالص. ممكن تكون واحدة بسيطة جدا جدا في المسائل الجمالية لكن عندها روح وعندها إيمان وخفة ظل وطيابة وإنسانة رحيمة وإنسانة رقيقة وإنسانة هادية ما شاء الله. دي أجمل ما في المرأة وحقيقة يعني صفة الحياء في المرأة دي يعني ما شاء الله. من أنا في اعتباري أو في اعتقادي إن من أجمل الصفات اللي ممكن تكون موجودة في المرأة اللي أنت تنتقيها عشان تتجوزها إنها تكون إنسان حقيقية وصوتها واطي، صوتها واطي. لأن دي مشكلة يعني. أنا عن نفسي جاتني رسائل ومشاكل يعني مش عايز أقول مئات حالات الطلاق بسبب صوتها عالي. هو بيكلمها تقوم فاتحه له الاستيريو ما شاء الله بسماعه يعني أي خناقة على طول لازم تنتقل إلى إذاعة خارجية، لازم على طول كده وبث مباشر وعلى الهوا خد بالك وتشتغل بقى وتفتح على البحر. لا يا أخت ربنا يبارك فيك، الصوت العالي ده في المرأة شيء مذموم، شيء مذموم. المرأة يكون صوتها عالي شيء وحش جدا جدا. المرأة دي أجمل ما في المرأة وألذ ما في المرأة إنها تكون حقيقية كده صوتها واطي. وحتى لو بتهزر مش لازم تقول يعني لزوجها حضرتك وسيادتك وبما أن وسوف إذا، يعني مش لازم الكلام ده كله يعني لازم إيه يعني مش لازم رسميات يعني. ممكن تدلعوا ويحودة ويلولوا وكده بس بصوت واطي يعني. فاهم إزاي؟ لأن هي ممكن يعني إيه ممكن تبقى بتحترمه بصوت عالي. ما اصل انا قلت لحضرتك وبتقول لحضرتك اهو بس ايه حضرتك دي طالعه ايه بقى ما شاء الله يعني ايه الساوند جاب اخره يعني. فمش ينفع كده. فاوحش حاجه ان امراه يكون صوتها عالي، واجمل حاجه ان تكون حقيقيه وصوتها واطي. ودي نصيحه لاخواتنا ربنا يبارك فيكم. وانا عايز اعمل لكم محاضره مهمه خاصه بيكم اسمها قوتك في ضعفك. والله العظيم لو تفهم الجمله دي لا تعيش في السعاده ما بعدها سعاده.
ان انت اوعى تسمعي الكلام اللي بيقولوا لك شخصيتك وكيانك، اوعى تتريني قدامه ولا تضعفي لحسن بعد خلاص بعد كده يعني هيركب ويدد رجليه وهيتكبر عليك ويترسم عليك ومش هتعرفي تكلمي بعد كده. اوعى تفتكر الكلام ده صح. اجمل ما في المرأة اطلبي عين زوجك بالذوق. حضرتك معلش، او بلاش حضرتك، يا حوده يا لولو يا اي حاجه، يا كوكو، كان نفسي يعني بعد اذنك بس نفسي تجيب لي كذا، والطلب ده ممكن يكون غالي، ده ان كنت تحب يعني تجيبه. مش عايز والله خلاص انا مش عايز اذيك حضرتك او مش عايز اضايقك يعني ومش عايز اثقل عليك. الراجل لما يسمع الكلمه دي يا سلام، ده انا عينيا اروح قلبه.